قولي لنا دخله كده دخلتيها على مخرج من المخرجين الكبار اللي قلتيها. انا فاكره استاذ محمد ابو سيف، ولسه كنت بقولها له لحد قريب، ربنا يديله الصحه، ايام الفيلم بتاع خالد دماغ صاحي، قلت له هبه عبد الغني نجار مسلح. نجار مسلح. تمام. ممكن تديني فرصه معاك في الفيلم والنبي؟ سمعك عادي. أيوة. طب والله حلو جدا. استاذ جمال عبد الحميد بعد محاولات كتيره وخدنا دور، يعني اخدنا ميعاد في اليوم بتاع الكاستنج، كانوا عاملين الكاستنج في مبنى الاذاعه والتلفزيون، فيها بقى الكرو بقى خليتنا احنا، رحت فاتحه الباب ومقتحمه الاوضه على طول. حلو ده. هو ايه الزحمه؟ هو انتوا يا جماعه هتعملوا فين الاستاذ المخرج؟ فين الاستاذ جمال عبد الحميد؟ نقيت اكتر واحد شعر ابيض في القاعه، قلت له اكيد انت المخرج. كان الله يرحمه احمد البدري المساعد الاول بتاعه، وبعد كده اخرج يعني. فاحمد البدري ضحك، كان وقتها اشرف نور. احمد انت هتجيبي لي مصيبه انا ما اعرف. بس دي جرأة كبيره جدا في الاول، صغيره وقلبي جامد، وما انتش مدرك قوي توابع او خطوره، ممكن يمشوني.